لموضوع الرستن، هناك استراتيجيتان كان يمكن أن يستعملهما النظام بالنسبة للرستن. إما أن يستعمل استراتيجية حماه في السنة في الثمانينات، وهذا ممكن، ويستطيع أن يدمر المدينة بأقل من 48 ساعة ويجهز على ما يسمى القلعة وكذا وكذا. ولكن حتى الآن النظام لا يقدم على مثل هذه الاستراتيجية. ليس هذا ما سألت عنه العميد. أنا أسأل عن يعني التفسير على أي أساس يحدث الانشقاق داخل الجيش السوري النظامي. هل للامتدادات العشائرية والقروية والمناطقية أبعاد في هذا الأمر؟ هناك ثلاثة دوافع للانشقاق، ولا أسميه انشقاقا لأن حتى لا نستعمل الكلمة في غير محلها. ثلاث دوافع للفرار، لأن الانشقاق في المعنى العسكري، والزميل صفوت يعرف، الانشقاق هو خروج وحدة بكاملها واستدارة سلاحها كوحدة منظمة باتجاه قيادتها. أما الذي يحصل هو فرار وتخلف. والعميد طلاس هو ليس بحكم المنشق، هو بحكم الفار من الخدمة كما فر سواه. وبالتالي أما الدوافع التي تدفع هذا الضابط أو ذاك العسكري للفرار فهي واحد من ثلاثة: إما خوفه من المعركة، وإما عدم قدرته على متابعة تنفيذ المهمة، وإما ضغوط محلية. وبالنسبة للعميد طلاس، الضغوط التي واجهها في مدينة الرستان وخوفه من جمهور معين هو الذي دفعه على ترك الوظيفة، ولكنه لم يلتحق حتى الآن بالمعارضة، ولو التحق بها لكان أمر آخر. نعم. العميد صفوت